اهلا بيكم في ثالث فيديوهاتنا. النهارده هنتكلم عن التيشوز. في حاجات كتير هنحتاجها من التيشوز اللي درسناها قبل كده في اولى ثانوي ان شاء الله السنه دي. طبعا هنتعرض كتير للانيمال تيشوز والبلانت تيشوز. عندنا التيشوز درسناها في اولى ثانوي، انيمال تيشوز وفي كمان بلانت تيشوز. تعال نخلينا الاول في الانيمال تيشوز. الانيمال تيشوز عندنا كان في 4 كاينز، 4 انواع. اول نوع عندنا كان الابيثيليال تيشو، وتاني نوع عندنا كان الكونكتيف تيشو، وتالت نوع عندنا كان الماسكولار تيشوز، ورابع نوع عندنا كان النيرفس تيشوز. بالنسبه للابيثيليال تيشو مش هنتعرض ليها كتير، ولكن عشان تبقى عارف يعني ايه ابيثيليال تيشو فهي الكفرنج، الغطاء او الحاجه اللي بتغطي جسمنا سواء من بره او اللايننج، البطانه بتاعتنا من جوه. اي اورجن من جوه هتلاقي ان هو اللايننج بتاعته عباره عن ابيثيليال تيشو. اللي يهمني بقى جدا السنه دي الكونكتيف تيشو، لان الكونكتيف تيشو موجود في اماكن كتير جدا في الجسم. هيعدي علينا ان الكونكتيف تيشو هو اللي بيكون البونز، هو اللي بيكون الكارتلج، هو اللي بيكون التندونز اللي هي الاوتار، هو اللي بيكون كمان الليجامنتس اللي هي الاربطه. تالت حاجة عندنا وهنتعرض ليها في شابتر 1 وهي الماسكولار تيشوز. والماسكولار تيشوز عشان تبقى فاهم عندنا الماسلز ليها 3 انواع، في 3 كاينز. اول نوع عندنا هو السكيليتال تيشو، وتاني نوع الكاردياك تيشو، وتالت نوع عندنا هو السموث تيشوز. ايه الفروقات ما بينهم؟ يهمني جدا انك تبقى عارف ان السكيليتال تيشو والكاردياك تيشو بيبانوا لينا تحت الميكروسكوب ستريتد، وان شاء الله هندرس السنه دي ايه سر ان هم ستريتد. يعني ايه ستريتد يا مستر؟ يعني مخططين زي ما انت شايف في الصور قدامك كده. السكيليتال تيشو بيكون ستريتد مخطط، وعندك كمان الكاردياك تيشو بيكون برضو ستريتد او مخطط. انما السموز هو اتسمى بالاسم ده لانه ان ستريتد، ما بيكونش مخطط. حاجه كمان كفروقات ما بينهم لازم نكون عارفين، هي فولنتري ولا انفولنتري، اراديه ولا غير اراديه. طبعا عندنا السكيليتال تيشو هتبقى فولنتري، لكن الكاردياك تيشو والسموث تيشو انفولنتري. طب هم موجودين فين؟ السكيليتال تيشو دي طبعا التيشوز اللي مرتبطه دايما عندي بالسكيليتال سيستم، ماسكه في العظم، زي المسلز اللي موجوده في الارمز، زي المسلز اللي موجوده في الليج، زي المسلز اللي موجوده في الفيس، فهي بتقدر تتحكم فيها. انما الكاردياك تيشوز فهي طبعا التيشوز اللي موجوده في الهارت. السموث تيشو موجوده في اماكن كتير كلها انفولنتري، زي اليورينري بلادر وزي اجزاء الدايجستيف سيستم زي الاستومك والسمول انتستين، فمحدش فينا هيقدر يتحكم فيهم ابدا. رابع تيشو عندنا بقى هو النيرفس تيشو، وده طبعا اللي بيتكون من نيرف سيلز، الخلايا العصبيه زي ما انت شايف في الصوره قدامك كده. وطبعا الاستراكشر بتاعها مهم جدا، اكيد هنشوفه في فيديو بتاع النيرفس سيستم بالتفصيل. يلا بقى دلوقتي نفتكر مع بعض البلانت تيشوز، ودي اللي هنتعرض ليها على طول في شغلنا مع بعض في البدايه. مبدئيا كده البلانت تيشوز في عندنا سيمبل بلانت تيشوز وفي كومباوند بلانت تيشوز. طب السيمبل عباره عن ايه؟ في طبعا بارينكيما وفي كولينكيما وسكالارينكيما. انا عارف انك ما كنتش بتحب اسمائهم، ولكن في فرق بين الثلاثه، بارينكيما كولينكيما سكالارينكيما. كطالب ثالثه ثانوي مهم جدا جدا انك تكون عارف الفرق بين الثلاثه. لازم تعرف الفرق ما بين البارينكيما كولينكيما سكالارينكيما. ايه الفرق يا مستر؟ البارينكيما هتلاقي ان دايما السيلز بتاعتها في ما بينهم فراغات، في سبيسز ما بين السيلز، وبتتميز دايما ان هي سيلز ليفنج، خلايا لسه حيه. انما بالنسبه للكولينكيما هتلاقي ان المسافات ما بين الخلايا بيبقى فيها ماده اسمها سيلولوز، احنا عارفين كده كويس. يهمني جدا تعرف الفرق في الاشكال والصور بتاعتهم. الكولينكيما برضو بتكون ليفنج سيلز. بالنسبه للسكالارينكيما فهتلاقي ان عندي ما بين السيلز مفروض في سيلولوز، وكمان في ديبوزيشن، ترسيب للجنين. يبقى انا عندي البارينكيما ما فيهاش ترسيبات خالص، نو ديبوزيشن. الكولينكيما عندي سيلولوز، والسكالارينكيما فيه سيلولوز والجنين. وما تنساش كمان ان السكالارينكيما هي الوحيده في الثلاثه اللي كانت نون ليفنج. بالنسبه بقى للكومباوند تيشوز فاحنا درسنا الزايلم ودرسنا الفلويم. لازم تعرف الفانكشن بتاع كل واحد فيهم. الزايلم بيعمل ترانسفير للووتر، بينقل الووتر اللي الروت عمل لها ابزوربشن لحد كل البلانت بارتس بما فيها طبعا الليفز عشان اعرف اعمل فوتوسينثيز. ده غير كمان ان الزايلم عنده كميات كبيره جدا من الليجنين، فده بيدي البلانت سترينث وسبورت، تقويه وتدعيم قوي جدا، وده هنشوفه مع بعض في اول الحصص ان شاء الله في منهجنا. بالنسبه للفلويم بقى فهو طبعا مسؤول عن الترانسفير اوف نيوترينتس، بينقل الفود من الليفز لكل البلانت بورتس. طيب الزايلم كان بيتكون من ايه؟ زي ما انت شايف في الصوره الزايلم بيتكون من فيزلز وتراكيتس. ما يهمنيش الفرق ما بينهم قوي دلوقتي، ولكن لازم اكون عارف مسمياتهم لان هتعرض لها كتير في الاسئله. انما الفلويم في سيف تيوبس وفي كومبانيون سيل، وبرضه يهمني انك تعرف اسمائهم بس. اتمنى يكون عجبك الفيديو واستفدت منه، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي.